بسم الله الرحمن الرحيم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا. الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع النعم وصلواته وسلامه على أفضل أنبيائه محمد المبعوث إلى سائر الأمم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرم وعلى كل من تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم بعث الرمم. أما بعد عباد الله، إن في تواليف الشيخ الخديم رضي الله عنه وخسائده لحكم بليغة ونكت صريفة ينبغي الاعتناء بها ودراستها والسعي لتطبيقها في حياتنا الخاصة والعامة، وخصوصا في ظروفنا التي انتصرت فيها الشبهات وارتفعت الادعاءات وكثرت الافتراءات وظهرت فئة تدعي المريدية وهي أبعد عنها بممارساتها اليومية المخالفة مع التعاليم والمبادئ التي نادى إليها شيخنا الخديم رضي الله عنه أتباعه وربى عليه أتباعه السابقين. إخوة الإيمان، إن المرجع الصحيح لفهم تلك التعاليم هي ما خلفه لنا من تراث فكري ثري، وها نحن اليوم نحاول بعون الله أن نستخرج كنوزا ثمينة ونقتطف ثمرات يانعة من وصيته الخالدة التي وجهها إلى المريدين عامة غداة خراته في خيبته المباركة. وقد أوصانا فيها الشيخ الخديم رضي الله عنه بتقوى الله عز وجل، مستشهدا بالحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا ذو تقوى. وعن قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى إخوة الإيمان هو السبيل إلى شرف الدين، كما حذرنا الشيخ رضي الله عنه في هذه الوصية من العوائق التي تحول بين المريد والوصول إلى المراد، فذكر من ذلك الدنيا والشيطان والخلق والنفس، فقال: إن النجاة من الدنيا لا تكون إلا بالزهد عنها وإيثار الآخرة عليها، كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. وأما الشيطان فهو عدو لا يصالح، فمتى غفل إنسان افترسه، فمن أراد النجاة منه فليدم التعوذ منه في كل وقت، كما أمرنا المولى عز وجل بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأما النفس فإنها أضر الأعداء وعلاجها أحسن الأشياء، لأنها عدو من الداخل. واللص إذا كان في البيت حزت الحيلة فيه وقهرها إنما يتم بكبس شهواتها وحملها على الإبادة.
ثم تناول الشيخ رضي الله عنه أمر القلب فأشار إلى وجوب إصلاحه لأنه إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن ذكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الخرر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا وفقكم الله أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار فتزودوا من ممركم لمقركم وتأهبوا ليوم حسابكم وتأهبوا ليوم عسابكم وعرضكم واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى أعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة دلالة وكل دلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن زز في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين خذوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعن الستة الباقين من العصرة الكرام البررة. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخص بنواسيهم إلى الخير وارزقهم البطانة الصالحة ووفقهم لما تحب وترضى يا نعم المولى ويا نعم النصير. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم الجسيد يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.